علاقة رب الأسرة بالمدرسة لابد ان هو في الاول انا بدخل ابني المدرسه في اول يوم، لابد ان انا أبقى في علاقه بيني وبين المدرسه في ان انا ابني ده. احيانا الاولاد في اولاد بيبقوا عندهم مرض صرع او سكر او ضعيف النظر او ضعيف البنيه. او ضعيف البنيه او سمعه تقيل. كل دي امور لابد ان انا اوضحها للاخصائي الاجتماعي او للدكتور اللي موجود في المدرسه وللمدرسين اللي هم بيتعاملوا معاه في اليوم الطبيعي بتاع المدرسه. ليه؟ لان لو حصل حاجه لاي طفل والمدرس ما عندوش فكره ان الولد ده عنده صرع، ممكن الحادث ده اولا ما يعرفش يتصرف معاه فالموضوع يتفاقم. لكن انا كولي امر بقول له ان انا لو حصل صرع بياخد الدواء ده او بيتمسك بالطريقه ديت او بيتحط مثلا المنديل بين سنانه. يعني في اجراءات انا خلاص متعود عليها في بيتي، فانا بقول لهم ايه الاجراءات اللي هم يعملوها، الاسعاف الاولي اللي هم ياخدوها معاه عشان ما يحصلش ان الحادث ده يؤدي الى كارثه. لو طفل نظره ضعيف، يبقى انا لازم ان انا انبه المدرسه في ان هو ده لازم يقعد في الصفوف الاولى. لو سمعه تقيل يقعد في الصفوف الاولى. لو بنيته ضعيفه او صغير او قصير يبقى لازم يقعد في الصفوف الاولى. دي علاقه ما بيني وما بين كولي امر مع المدرسه.